والضم فتح والقفل. قشرنا اي حاجه. لا يا باشا، فيشه يا باشا، كله شغل. وحده الرفع والنزول اللي كله بيقشر فيها سلك وسلكتين، قشرنا فيها حاجه ولا اي حاجه، كله فيشه. بجد شغل احتراف. رجعت يعني على الاسلاك. جرب مسابقة السرعه تاني. مسابقة السرعه جرب. يعني جالنا من محافظه هنا تركيب مثبت وتركيب بوحدة الضم بتاعت المرايات، وحدة رفع وإنزال. نورتنا ونورت الدنيا وشرفتنا صدقني. فرصة سعيدة لي أنا حقيقة. احنا أسعد يعني والله يعني فيها أشخاص مختلفين. وكان عايز ربنا يبارك فيك، كان عايز يعرف كلمة فيشة اللي بتتقال في الفيديو دي عبارة عن إيه، عشان قلنا فيشة. فهو واقف طول التركيب وشايف السلك بيتركب وبيراجع عليه، وشاف الاسلاك كلها عباره عن ايه، يعني في حاجات بتتقشر ولا لا. هو واقف بيراجع سلك بسلك. فهو قدامنا اهوت وعربيته والعربيه في الضمان. وهو مطمن ماشي مطمن وشايف كل التركيبات اللي حصلت في العربيه. لو في حاجه فيها اتقشرت يعني راجعت الكلام اللي في الفيديو. مفيش قطر ولا صفه في اي سلكه في العربيه. في اي سلكه في العربيه. الكلام اللي بيتقال في الفيديو فيشه ده مش اونطه يعني. لا في ناس بقى بتقول اونطه، لكن بصراحه انتوا شهاده حق انتوا زي الفل، مفيش اي حاجه من الكلام ده. ربنا يبارك. ربنا يبارك. يا رب تكونوا بخير. النهارده عندنا هيكون في تركيب مثبت سرعه، وحده رفع. الكلام ده هيكون ان شاء الله في نيسان صني N17. تعالوا بينا نشوف. لايك وسبسكرايب دعم للقناه علشان يوصلك كل جديد، وشير للفيديو لاي حد معاه نيسان سواء صني او سنترا. يلا بينا نشوف الفيديو. تعالوا معانا. هيركب معانا النهارده مثبت سرعه، وحده رفع، ووحده ضم المرايات صني السوبر صالون. بص على الزرار بتاع المرايات اللي بينزل فيها. والفكره بس ان العربيه هنا ما بتفتحش وتقفل المرايات مع السنتر او مع الريموت والبصمه، فاحنا هنحول انها تفتح وتقفل المرايات ضم وفتح مع الريموت والبصمه، مش بس من الزرار. ما زلنا في تركيب مثبت السرعه زي ما احنا شايفين. بيجي طقم كامل يمين وشمال، طقم زراير المالتي بتاع الكاسيت بتاع التحكم في الكاسيت، وطقم زراير مثبت السرعه اللي هو الثلاث زراير اللي على اليمين. الاثنين بيكونوا في نفس الضفيره بالشكل اللي احنا شايفينه، اللي بتركب الفيشه اللي موجوده بتاعه المالتي. وهنا بيكون فيشه مثبت السرعه اللي بتاعه الزراير بتاعه الطقم اللي على اليمين، بس ما بتكونش مستخدمه، لكن شريط الايرباج جاهز ان يركب فيه الزراير بالشكل اللي احنا شايفينه. ده شريط الايرباج. معانا الفيديوهات السابقه على القناه وشاف مثبت السرعه يعرف ان في نوعين من مثبت السرعه موجودين في السوق. النوع اللي معانا ده النوع القديم، الفيرجن القديم اللي احنا بنركبه على طول، لكن في نوع تاني موجود بشاشه دائريه، والمثبت بتاعه بيكون بفيشه واحده او مخرج فيشه واحده للموديول، مش فيشتين زي النوع القديم اللي معانا دلوقتي. الفكره في الموضوع ان المثبت الجديد اللي نزل السوق دوت للاسف بيبرجل العربيه او بيبرجل الموتور. دي حاجه. الحاجه الثانيه المودات السواقه اللي بتكون موجوده في المثبت اللي بشاشه دائريه. طبعا هو الشاشه الدائريه بيبقى فيها حركات فتح الباب والشنطه والكلام ده بيبان في الشاشه، لكن تعالى جرب. لو انت جربت الاثنين، جربت المثبت القديم اللي احنا بنركبه حاليا وجربت المثبت الجديد دوت، لان احنا جبناه وموجود ليه فيديو على القناه اتفرج عليه، اللي هو المثبت المخشوش، وفعلا هو مخشوش. مودات السواقه هتلاقيها مختلفه تماما. هات سبورت 1 في المثبت القديم ده، وهات سبورت 1 في المثبت اللي في شاشه دائريه، هات سبورت 2 وسبورت 3 برضو وجرب. هتلاقي في اختلاف واضح جدا لو انت جربت الاثنين. بس لو انت ما جربتش القديم ورحت تشتري الجديد مش هتعرف ولا هتاخد بالك ان في اي فرق، لانك ما جربتش المختلف. علق الجنوط ده شكل لوك الجنوط اهو. لوك الجنوط يبقى مسمار بالشكل اللي احنا شايفينه، او صاموله بتركب في المسمار. بنشيل الصاموله اللي موجوده في العربيه وبنركب مكانها واحده، بتبقى بمفتاح خاص بيها، ما فيش حد بيقدر يفكها غيرك. المفتاح ده
هو في منه نوعين. في منه نوع المفتاح بيبقى معاه سيريال علشان لو ضاع منك، بس هو مفتاح واحد. وفي منه نوع معاه مفتاحين. يعني كل مصنع ليه مفتاح خاص بيه، مش مثلا مفتاح بيفك مثلا انواع كتيره. الطقم نفسه مفتاح خاص بيه. طقم لوك جنوط جاي كان معانا اللي بمفتاح واحد، دلوقتي معانا اللي بمفتاحين. اللي بمفتاحين بيكون فيه مفتاح تشيله معاك ومفتاح تستخدمه في العربية احتياطي، لان اللي بمفتاح واحد دوت بيجي معاه سيريال نمبر عشان لو راح منك تقدر تستخرج مفتاح عليه. مفتاح طقم منفصل عن التاني، مش طقم يفتح على التاني، تمام؟ فاللي معاه طقم زيك ما يقدرش يفتح الطقم بتاعك. بقى اصبح شكل الطارة بعد التركيب بدون تقشير اي سلك في الضفيرة بالكامل، فيشة بفيشة بمعنى الكلمة، ما فيش سلك في الضفيرة بيتجرح. هنا هيتم تركيب الشاشة، وشاشة بيكون ليها قاعدة على بالية بتلزق دبل فيس في الازاز، وهتركب بالشكل اللي هنشوفه. السلك بتاعها بيمشي في فرش السقف، ما بيكونش فيه حاجة باينة زي ما احنا شايفين، بيكون بالشكل ده، مفيش سلك خارج من الشاشة. وحدة الرفع والإنزال بتكون إن أنا لما بسيب العربية فيها الشبابيك مفتوحة، ده وظيفة الرفع. بقفل بريموت العربية، الإزاز كله بيرفع، أي إزاز مفتوح في العربية بيرفع. والميزة بتاعتها إنها ما بتحملش على الضفيرة، لأنه الإزاز الخلفي بيرفع أولا وبعد كده الإزاز الأمامي بيرفع ثانيا. ده بالنسبة لوظيفة الرفع. طيب وظيفة يعني ايه بقى رفع وانزال، او الشرح بتاعها عبارة عن ايه؟ الرفع والانزال بيكون بيضيف، يعني وحدة الرفع والانزال بتضيف خاصية اللي هي ان انا اقدر من الريموت انزل الازاز بتاع العربية كله، دي وظيفة. الوظيفة الثانية ان انا اقدر اسيب سنتي في الازاز للتهوية من الريموت. الوظيفة الثالثة او الزيادة اللي موجودة في وحدة الرفع والانزال ان انا بحول الزراير بتاعة السائق، زراير الازاز كلها بتاعة السائق، لاوتو اب وداون، مش زرار باب. مثبت السرعة الوظائف بتاعته مشروحة وليها فيديوهات تقدر تشوفها في القناة لو حابب تعرف الوظائف بتاعتها، اللي هو مثبت السرعة، محدد السرعة، ومودات سواقة ايكونومي، والوضع العادي بتاع العربية لو انا مش عايز امشي على اي مود، وسبورت 1 وسبورت 2 وسبورت 3. طبعا اشدهم واكثرهم استهلاك للبنزين سبورت 3. سبورت 1 يعني هو يعتبر رمانة الميزان في المودات دي، لان سبورت 1 على الطرق السريعة مع تثبيت السرعة يعتبر بيوفر بنزين وبيحسن سحب العربية. لكن بداية من سبورت 2 وسبورت 3 انت ابتديت تدخل في الاستهلاك العالي للبنزين. في الفيديو عشان بس في اسئله جت على القناه وفي اسئله جت تليفونيا، الناس اللي لسه ما اشترتش وبيشتري صاني او سنترا. في السنترا هنبدا بالسنترا، والسنترا عشان احنا راكبين سنترا وشايفين السوق بتاعها. افضل حاجه لما تيجي تشتري سنترا انك تشتري الفئه الثانيه، الشكل القديم. طيب ليه ما اجيبش البريميوم؟ انا ما قلتش ما تجيبش البريميوم، عايز تجيب البريميوم هاتها، بس الفكره ان البريميوم مش منتشره قوي لسه. قطع الغيار بتاعتها مش متاحه غير في التوكيل بس. يعني انت عندك الشكل القديم تقدر تجيب قطع الغيار بتاعتك كلها استيراد، ليها كذا سوق تقدر، يعني موجوده في التوكيل، موجوده استيراد، موجوده عند بتوع قطع الغيار، موجود منها تايواني، موجود منها كوبي، موجود منها هاي كوبي الاصلي. فالاختيارات كتير في كل قطع غيارها، فوانيسها اكسدام، طبعا اكتر حاجه بتتخبط الاكسدام والفوانيس، فالحاجات دي كلها موجوده. لكن لو رحنا للبريميوم هتلاقي ان الاكسدام الشكل بتاعه مش موجود في الاستيراد، منزلش عند التجار علشان يجيب لك منه كوبي، الفانوس بتاعه مش منتشر ولا موجود في السوق ولا موجود استيراد. فكل ده هيبقى الملجأ الوحيد بالنسبه لك هو التوكيل فقط لا غير.
الصني في رايي الشخصي انا شايف انه لو انت بتشتري صني جديد ما تقلش عن الفئه الثانيه، يا تانية يا سوبر صالون، لكن تنزل للفئه الاولى اللي هي الفاضيه خالص. انت في حاجات كتير بتضيع منك وبتحتاج تعوضها، وما اعتقدش ان فرق السعر كبير قوي على الجيب بالنسبه لثمن العربيه اللي انت هتدفعه، انه يستاهل ان انت تجيب فئه اولى طاسات حديد من غير زنوط، وتضيع نفسك مثلا التحكم في الكاسيت، تضيع يعني في حاجات كتيره قوي. يفضل ان انت تجيب طبعا السوبر صالون وتاخد البصمه، لان في ناس تقول انا هجيب العربيه الفئه الاولى وهحولها وهركب لها كل اللي موجود في السوبر صالون. طيب البصمه عندك انت ما تقدرش تنزل تجيب لها بصمه. طيب لا، موجوده البصمه في السوق عند بتوع الكماليات، موجوده، بس على فكره لو انت عربيتك بمفتاح وركبت لها بصمه من اللي بتنزل يونيفرسال في السوق، انت بتسهل سرقتها مش بتصعب سرقتها او بتركب ميزه، لان انت كده وضحت السلوك بتاعتها، واصبح اللي في غرضه او في نيته ان هو يسرق العربيه سهل بالنسبه له جدا ان هو يفك ويدور العربيه بسهوله. تمام، وبتبقى واضحه قوي البصمه اللي جايه يونيفرسال. لكن البصمه اللي بتاعت العربيه بتبقى واخده سيريال من الكمبيوتر ومقفوله، ومفيش حد هيعرف يشغلها غير لو معاه مفتاح البصمه اللي بنفس السيريال بتاع الكمبيوتر. علشان كده بقول لك لو انت في دماغك انك تركب حاجه زي البصمه، لا بلاش. ولو عامل حسابك على ده، لا هات السوبر صالون، هيوفر لك حاجات كتير. مفيش مثبت سرعه ممكن نركب، الكاسة اندرويد ممكن تركب، الحاجات دي كلها سهل جدا تركب وتتعوض والدنيا تمام. بس انت بيبقى معاك عربيه عاليه وعربيه كويسه، وفرق السعر يعني اسمك يعني في مثلا عندك الجنوط، عندك البصمه، عندك حاجات كتير قوي فرق السعر يستاهلها. تمام، لان هو النيسان عموما لما بتنزل، وخصوصا في مصر لان احنا عندنا التقفيل بتاعنا في المصنع بقت قيمه مقابل سعر، يعني متشال منها مصاريف كتير وضرائب كتير عشان تسهيل الاستثمار. فيفضل ان انت تجيب الحاجه اللي فيها الامكانيات وفرق السعر مش كبير. طبعا نفس الكلام ينطبق على السنترا، ابتعد عن الفئه الاولى تماما. فلو تجيب الفئه الثانيه، هي الافضل او الاكثر عمليه واحسن بالنسبه لقطع الغيار وبالنسبه لما بعد البيع، يعني ان انت ما تلجأش بس للتوكيل. فرش الباب خلاص بيتقفل كويس. بعد كده هننتقل لوحدة الضم اللي برضو بتركب بالفيشة بتاعتها. الفيشة بتكون جاية مخصوص للزرار بتاع الضم بتاع نيسان. طبعا احنا ركبنا هنا مرايات الضم ووحدات الرفع ومثبت السرعة، عايزين نجربهم. هنشوف وحدات الرفع، هنقفل بالريموت زي ما احنا شايفين كده، قفل المرايات هتلم معانا زي ما احنا شايفين، وهيتم رفع الزجاج بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. هنفتح مرايات تفتح معانا، دي المرايات الضم اللي نازله في السوبر صالون، كانت بتقفل وتفتح من الزرار بس. ركبنا لها وحده الضم فيشه بفيشه بدون تقطيع اي سلك في الضفيره. دلوقتي تقدر تتحكم فيها من البصمه ومن الريموت. نفس الكلام من البصمه هنا، لو قفلنا بالشكل دوت المرايه بتقفل معانا بالشكل دوت، ولو فتحنا من البصمه برضو تفتح معانا بالشكل ده. طيب ده بالنسبه لمرايات الضم. بالنسبه لوحده الرفع والانزال، قفل 3 مرات كده، نزل سنتي من الازاز ده في وحده الرفع والانزال. السنتي ده وظيفته ان هو يعمل تهويه علشان ما يكتمش الهواء السخن في العربيه. ده في ال4 ابواب. تمام، ومن قفل هنا بالريموت تقدر تقفل السنتي بتاع التهوية زي ما احنا شايفين. طيب بالنسبة للإنزال، خاصية الإنزال بتكون فتح قفل فتح. بتنزل الزجاج الأمامي أولا، وبعد كده
الزجاج الخلفي، دي الخاصية بتاعة الإنزال. عايز أرفع الإزاز يبقى لازم أدخل العربية وبدوس على الزرار بتاع الستارت انجن، بفتح التابلو، بقفله تاني، بعد كده بقفل، يرفع الازاز معايا الخلفي الاول وبعد كده الزجاج الامامي عشان ما يحملش على الضفيرة. دي وحدة الرفع والإنزال. طبعا غير الخواص اللي احنا شفناها دي، خلي الإزاز بتاعي اوتو ينزل بالشكل دوت من غير ما اكون دايس، واقدر ارفعه بضغطة واحدة بس برضو من غير ما اكون دايس، بيرفع الازاز معايا. فهو ده في الاربع ابواب، بس التحكم بتاعهم من باب السائق حول لي الازاز كله لاوتو اب وداون. ركب معانا مثبت السرعه بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، الزراير بتاعته، الشاشه، والشاشه هنا اللي هي ديجيتال. دي طبعا السرعه بتكون ديجيتال معانا طول الطريق، طول ما العربيه شغاله. هنا بقدر احول السبورت بتاعها بالشكل ده، اقدر اجيب الايكونومي، اقدر اجيب السبورت 2 والسبورت 3، مثبت السرعه لما بشغله وبطفيه، محدد السرعه وبطفيه. دي تركيبات النهارده، هنطلع نجرب ونشوف التركيب بتاعنا. تابعوا معانا الفيديو. اول حاجه انا حاسس بفرق رهيب في السعر. انا اسمع سبورت 3 طبعا انت المودات خلاص انت حفظتها، ما فيهاش اي مشاكل. هنشغل مثبت السرعه ازاي؟ بندوس بالموقف دي الخطويه، هنطلع نعلم نفسنا على الطريق. بس ان انت عديت ال 30 بتدوس دوسه لتحت مع بقى تثبت السرعه. تمسك شمال كده عشان رجلك رجليك، بس انت كده فوق ال 30 تحت، بس رجلك ما بتبقاش على تثبت السرعه. عايز تزود السرعه او تقللها بس اسهل برضه، ممكن تزودها فوق وتحت. كده مثبت فصل؟ فصل. عايز ترجع اخر سرعه كنت عاملها؟ بس علامه بتاعته هو ستاند باي. ستاند باي. عايز ترجع اخر سرعه كنت عامل بوزيشن فوق. ضغط لفوق كده ايه؟ يرجع تاني للسرعه. عملنا دول والضم فتح والقفل. قشرنا اي حاجه. لا يا باشا، فيشه يا باشا، كله شغل. وحده الرفع والنزول. اللي كله بيقشر فيها سلك وسلكتين، قشرنا فيها حاجه؟ ولا اي حاجه، كله فيشه. بجد شغل احتراف. رجعت يعني على الاسلاك. خدت بالك انت مثلا مثبت 100 وجت عربيه والموتور قدامك عايز تعديها، فبتقرص وتخلص القرصه بتاعتك، هتسيب العربيه ترجع لل 100 تاني، مفيش اي مشاكل. عشان ما تعرفش اللي هو كله هو فكره يعني هو بيدور على ازاي يريح لك كعب رجلك. بالظبط. 30 انت ثبت، انت هتجري، اول ما تجري تلاقي بتاع عمال ينور ويطفي معاك. شفت رجلك هيرجع، بص اول ما تجري اهو عشان ينور ويطفي والسرعه بتزيد. علامه البنزين اللي بتظهر هنا دي معناها ان انت دايس بنزين زياده عن حاجه العربيه مش عايزه كل الدوسه القويه دي. كويس، ده بينبهني ان انا اخف رجلي عشان. وبعد ساعه ونص للسواقه هتلاقي ظهر لك هنا فنجان صغير يقول لك اقف اشرب كوبايه قهوه عشان تفوق وكمل الطريق. ده شغل دلع زياده عن مش داريان على الكلام ده. نورتنا ونورت مصر كلها حبيبي، وصدقني اتشرفنا بيك. احنا شرف ليا بقى، استاذ مكر حضرتك حبيبي. والناس محترمين انت متابع معاهم شهر 5 على فكره. بالظبط. قبل ما تجيب العربيه تقريبا. بالظبط، انا دخلت فيها بس معلش. ولا يهمك. متابعه للفيديو، لايك وسبسكرايب. شفنا التركيبات كلها، تابعونا علشان يوصلك كل فيديو جديد. سبسكرايب على القناه. شكرا للمشاهده والمتابعه، شكرا لحضراتكم، مع السلامه.